حاجه خاصك دير هو انك تشونجي الفلوس من الدرهم المغربي للدولار وما تشونجيهمش بالاورو، لانه الاغلبيه ديال الناس كيتعاملوا بالدولار. الا عندك الفلوس في كارت كيشي ديالك غيكون احسن. من بعد دزنا الحلاق ناكتيفيو الجمال ديالنا، غير كنضحكوا معكم شويه. من بعد هزينا لافاليز ديالنا وشدينا الطريق للمطار محمد الخامس. صراحه واحد الجو كان زويون واخا كاين البرد. من بعد دخلنا للمطار، شفنا الطياره فوقاش غادي تخرج، صراحه لقيناها باقا معطله بثلاثه ديال السوايع، يعني ما لقينا ما نديرو الملال. من بعد ما كدوز من جميع الاجراءات ما كتلقى ما دير، قررنا اننا نمشيو نجلسوا في واحد البلاصه اللي مختصه بالناس اللي كيكميو هكا والناس اللي كيبغيو يرتاحوا واحد شويه، يعني كيجيو لهاد البلاصه هذه لانها كالم وانتر بانك تكمي وسط المطار. من بعد دزنا نغسلوا وجهنا، ندخلوا للطواليت، نشوفوا الحاله واش باقا هي. مازال تقريبا جوج ديال السوايع باش يلاه دير الطياره ديبار. واحد هو اللي يدرج فوق رجل ويتسنى. حاجه في هذا السفر هو انك تبقى جالس وكتسنى ما هي ساعه ما هي ساعتين، والا ما جيتيش قبل بواحد 3 سوايع ولا 4 سوايع كتلقى الاكتظاظ ديال الناس، يعني اوبليغاتوار من الناس اللي باغيين يسافروا انهم يجوا قبل الطياره ب3 ديال السوايع ولا 4 ديال